لو انت مريض سكري فمهم جدا تاخد بالك من عاداتك اليومية، لانها ممكن تكون سبب في مشاكل صحية كتير. وفي الفيديو ده هقولك اكتر 5 عادات من العادة الاولى: تناول الاطعمة الخالية من السكر. كتير من مرضى السكري بيفتكروا ان اكل الاطعمة الخالية من السكر هو افضل حل للسيطرة على المرض، والحقيقة ان خلو الاكل من السكر مش معناها خالص انك بتتبع نظام صحي سليم. علشان كده مهم جدا تستشير دكتور اخصائي التغذيه. العاده الثانيه: تجاهل الوجبات الخفيفه، ودي طبعا من العادات الغذائيه الغلط جدا اللي بيتبعها البعض، خاصه اللي بيعمل دايت، وللاسف بتسبب شعور بالجوع السريع وبتاثر على معدلات السكر في الدم. العاده الثالثه: الافراط في ممارسه الرياضه. رغم اهميه الرياضه، لكن ممارستها بشكل منتظم وبدون راحه بيسبب اطلاق هرمونات ترفع الجلوكوز زي مثلا الادريالين، وده بيأثر على صحتك بشكل عام. العادة الرابعة: قلة النوم. الحرمان من النوم ولو لليلة واحدة ممكن يأثر على التحكم في معدل السكر بالدم، وبيخلي الجسم أكتر مقاومة للأنسولين. علشان كده مهم جدا تاخد الساعات الكافية للنوم. العادة الخامسة: الإكثار من أكل الفواكه. صحيح أكل الفاكهة عادة ممتازة، لكن الافراط في اكلها بيأثر بالسلب على سكر الدم، وده لانها بتحتوي على كميات كبيره من الكربوهيدرات. ولو لا قدر الله حصلت لك اي مشاكل او مضاعفات صحيه، فمهم جدا تعمل تحاليل وفحوصات السكر علشان تعرف اسبابها وطرق علاجها باذن الله. ومعمل النبيل بيوفر لك اهم تحاليل وفحوصات السكري، وافضل ما يميزنا خبره 10 سنين في مجال التحاليل الطبيه. عمل كافة التحاليل الطبية بأعلى دقة وأسرع نتائج، أجهزة طبية بأفضل جودة ممكنة، أخصائيين تحاليل بأعلى كفاءة، خدمة السحب المنزلي في أي وقت من اليوم، سحب عينات الأطفال ومن عمر يوم واحد. للتواصل والاستفسار